السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد ومازالين مستمرين معكم مع آخر أخبار وشنو واقع مع المنتخب المغربي قبل أيام قليلة جدا على أول ماتش لينا في الكان. المهم كيما موالفين كلشي غادي يكون بالمختصر المفيد، لذلك بدون أي إطالة ندخلوا مباشرة في العمل. والبداية غادي تكون مع الدولي المغربي النحلة ونحي عز الدين، واللي لا بقيتوا عاقلين كانت خرجت شي مواقع كتقول بأنه دار واحد التصريح على منتخب مصر واللي قال فيه بالحرف منتخب مصر يمكنه أن يسجل هدفا واحدا فقط ليتقدم بنتيجة هدف لصفر من ركلة ثابتة، ثم يسقط احد اللاعبين على اليمين والاخر على اليسار. المهم التصريح كنا فيه هضرنا عليه سابقا بتفصيل التفاصيل، لذلك ندخلوا مباشرة في الجديد واللي هو رد ديال محمد مصطفى اللي كان اليوم في المؤتمر الصحفي قبل مباراة موزمبيق، واللي قال لك بانه ما سمعش تصريح الدولي المغربي ونحي عز الدين، لكن اذا كان قد قال ذلك فان تاريخنا وارقامنا ترد عليه. ومن بعد قال لك فزنا افريقيا 7 مرات وسنحققها للمرة الثامنة اللي هي النسخة الحالية زعما، واذا كان يرى تلك الطريقة تجلب الانتصارات انصحه ان يفعل لكي يفوز بالالقاب. فباش نكونوا واقعين وبدون عاطفه قولا واحدا انحي قال غير الحقيقه فقط. وقلنا ديك النهار منتخب مصر فاش كيتلاقى مع منتخب افضل منه فرديا كيلتجئ لذاك الخبط اللي حنا عارفينه كاملين كمغاربه، وانا هنا اكيد كالعاده ما كنهضرش من فراغ وغادي نعطيكم الدليل بالصوت والصوره. فمبدئيا بعدا بقيتوا عاقلين في الماتش الاخير ديالنا مع مصر، احمد فتوح من بعد طلع واعترف ان المهمه ديالو في ذاك الماتش كانت هي فقط استفزاز الدولي المغربي اشرف حكيمي، لانه كما عارفين كانت مواجهه مباشره بيناتهم بحكم ان حكيمي ظاهر ايمن وفتوح احمد ظهير ايسر، وبما ان فرق السرعات والفنيات لا تقارن نهائيا بين الطرفين فباش فتوح غادي يسد هذا الفراغ او يحد من الخطوره ديال اشرف وهو يلعب ورقه الاستفزاز باش يخرجوا ذهنيا من المباراه. لاعب المغرب مع حكيمي اشرف حكيمي مع اشرف حكيمي. احكي لي ايه اللي حصل بقى اللي احنا شفناه على الكاميرا بس من بعيد كده وشفنا الاعاده بتاعته. الناس كانت مبسوطه قوي التهويشه والحب. اشرف حكيمي لعيب كبير طبعا، لعيب جامد، ده افضل باك رايت في العالم، فالطبيعي ان انا لازم انرفزه، ده طبيعي. ده طبيعي انك تنرفزه. اكيد بصراحه. الناس قالت لك انت حطيته في جيبك يا عم. لا حطيته في جيبي على حاجه، رقم واحد طبعا في العالم يعني اشرف حكيمي، بس الحمد لله يعني عملت عليه ماتش كويس. الحمد لله. يعني كما سمعتوا هو بنفسه شخصيا كيعترف، وكان ايضا واحد من الطاقم التقني ديال منتخب مصر خرج حتى هو واعترف وقال بان مهمه فتوح كانت هي استفزاز اشرف. وبالنسبه لديك الكلمه بعدا اللي قال على انه عمل ماتش كويس على حكيمي، بس الحمد لله يعني عملت عليه ماتش كويس. الحمد لله. راه غير بفضل الاستفزازات والخبط وما الى ذلك، يعني ما لعبش مع الكره بتاتين بتا. وللاسف باش نكونوا واقعين حكيمي في ذاك الماتش راه تصيد وخرج من التركيز ديالو، وكنا هضرنا كذلك ذاك النهار منذ 3 ايام في هذا الفيديو بالضبط بان اسامه العزوزي حتى هو كان خرج بتصريح وقال لك بان مصر لا يلعبون كره القدم، انهم يبكون فقط ويسقطون على الارض. يعني حتى العزوزي اللي الله قايل بسم الله في افريقيا دغيا يخرج لك بهذا الاستنتاج. وهذا الشيء اللي باغي نوصل لمحمد مصطفى بان الامر ديالكم راه مكشوف، لذلك لا داعي باش تنكر. زائد من هذا الشيء كامل ماشي وقت الكلاشات دابا ولا الدراري الصغار، الان راه رسميا بدات البطوله منذ ساعات قليله جدا، لذلك تركيزنا اكثر خاصو يكون على الملعب وعلى كره القدم فقط. اما شنو قلتي انت وقال هذاك وقلت انا داك الشيء راه ما خدامش. المهم الخلاصه وهي خاصنا حنا كمنتخب مغربي لابد نتعلموا من التجارب اللي فاتت، بمعنى مواجهه مصر تونس الجزائر التحضير ديالها ما خاصش يكون مقتصر فقط على ما هو تكتيكي، فالامر ابعد من ذلك بكثير لان التحضير كذلك خاصه يكون نفسي. طبعا زي ما قلت في فرق كتيرة عايزة تكسب، لكن مثلا سمعنا بعض التصريحات يعني المستفزة من عز الدين أناحي لاعب المغرب اللي قال لك منتخب مصر يتفنن في إهدار الوقت عندما يبدأ في التسجيل ولا يلعب كرة قدم جيدة. يعني ما رأيكم؟ واتسأل كابتن فيتوريا وكابتن مصطفى محمد النهارده في المؤتمر الصحفي. والله بص يا ولد احنا ما بنلتفتش للكلام ده خالص، طبعا كل واحد يقول حاجه، انما احنا لعبتنا مركزين وعازلين نفسهم خالص عن اي مداخلات او اي حاجات سوشيال ميديا، لا خالص يعني كاتي ما بتاثرش، وتركيزنا كله في الملعب واللي يتكلم يعني احنا اللعيبه عندنا بتاعتنا عندها خبره وقديمه. المهم دوزو دابا للمنتخب الوطني المغربي واللي الحمد لله حد الان كلشي على ما يرام، التدريب كدوز في اجواء حماسيه جد ايجابيه، وجميع اللاعبين متفائلين ومتحمسين لاول ماتش اللي غادي يكون من هنا ل3 ايام فقط. بالنسبه لامين عادلي راه من البارح بدا التدريب بشكل رسمي، وكما قلنا سابقا غادي يكون عنده برنامج تدريبي خاص. حكيم زياش على ما يرام وكذلك الكابيتان غانم سايس. غير هو وكما كان متوقع كاين الحراره ديال بصح واللي اعترف بها المدرب وليد شخصيا في اخر تصريح ليه البارحه واللي قال فيه بالحرف بان الحراره غادي تلعب دور كبير جدا في المباريات. وهدر كذلك على المباراه التدريبيه ضد سيراليون، طبعا ما عطاش معلومات او شنو وقع في المباراه، ولكن قال بانه سال الماتش بدون اي اصابات وهذا هو الاهم. زائد كان متعمد يلعب مع جوج بتوقيت كوت ديفوار واللي هو نفس التوقيت ديال المباراه الثانيه للمنتخب في دور المجموعات. والجميل على حساب تصريح ركراكي قال بان اللاعبين ما تاثرش بالمناخ وعرفوا يجريوا المباراه بشكل جيد جدا، يعني باش ما نطولوش الامور غاديه على ما يرام والحمد لله. وحتى لنا غادي نقول لكم صافي وصلنا للختام، وخير الكلام ما قال ودل، وكالعاده كان معكم اسلام في امان الله.
الله ومع السلامة.